السلام عليكم من جديد في الجزء الثاني من هذا الفيديو. قلت بعد ما تكلمت على مفهوم المعارضة، اليوم نتكلم لكم بكل صراحة وبكل وضوح عن سبب اختياري لهذا التوقيت بالذات للحديث عن المعارضة خاصة بالخارج، لأنه وردتني مجموعة من الأسئلة يقولوا يا ابن سديرة مادام تعرف هذه الحقائق ومادام تعرف هذه الأسرار لماذا لم تتكلم عنها قبل اليوم وانتظرت حتى اليوم وخرجت هذه الوثائق المهمة وهذه الأحكام القضائية مثلا ضد الملازم سويدية حبيب. الإجابة بكل صراحة أنا لا أعترف بقانون المصالحة، لا أعترف كشخص، لا أعترف بقانون المصالحة ولست مقتنعا به أصلا، ولكن واجب التحفظ على الأقل من الجانب الأخلاقي، واجب المسؤولية على الأقل من الجانب الأخلاقي يحتم علي كشاهد عيان على مرحلة مهمة في تاريخ الجزائر، كإعلامي عاش المرحلة جيدا، يحتم علي الالتزام بهذا القانون الذي أصبح قانون فعلي التزمت به الأغلبية رغم معارضة بعض الجهات وبعض الأقلية داخل الجزائر كدولة، في الداخل والخارج. إذن أنا من واجبي أن ألتزم بهذا القانون اللي هو قانون المصالحة الذي يمنع الحديث عن تفاصيل العشرية الحمراء. لكن وبما أن الحكومة ممثلة في الوزير الأول أحمد أويحيى، وبما أن الإعلام الرسمي العمومي اللي هو التلفزيون الجزائري أعاد فتح ملف العشرية الحمراء بالصور الصادمة بالوثائق بالأدلة بكذا وكذا، إذن واجب التحفظ بالنسبة لي أصبح أمر غير مهم ولا معنى له، وبالتالي من حقي أن أتكلم بكل حرية وبدون أي قيود بما فيها القيود الأخلاقية الشخصية اللي كنت ملتزم بها، لأنه واحد ما يمنعني، لكن أنا أخلاقيا ومهنيا كنت ملتزم بقانون المصالحة. لكن بما أن التلفزيون الجزائري رفع واجب التحفظ والوزير الأول أحمد أويحيى بارك الخطوة، إذن أنا نتكلم. لكن لماذا نتكلم؟ يا هل ترى السؤال، يا هل ترى عندي تصفية حسابات مع حبيب سويدية أو غيره؟ يا هل ترى عندي مشكل مع حبيب سويدية أو غيره؟ الجواب لا. حبيب السويدية كشخص لا أعرفه، عمري ما تقابلت معاه، عمري ما سقوت معاه، عمري ما شفته، لكن أعرفه جيدا خلال فترة التسعينات، أصدقائي ونعرفهم ونتقابل معاهم، سواء جماعة تبسة ونعطيهم له بالاسم عثام ليا ولا بشوات ولا رزايقية ولا الجماعة اللي يعرفهم اللي كانوا معاه أصدقائي، وندخل ديارهم يدخلوا داري ونسقاو معاهم، ناكل معاهم نشرب معاهم، نعرفهم مليح. لكن هو شخصيا ما نعرفوش وما عندي حتى مشكل معاه، لا سابقا ولا حاليا، حتى الآن ما عنديش مشكل معاه. لكن من واجبي كجزائري شاهد عن الحقيقة يصبح حرام علي قدام ربي أني نكتم شهادة الحق اللي هي شهادة حق، أنني نعرف الحقيقة ونسكت عليها، هذه ربي حسبني، خاصة إذا كانت الحقيقة هذه تمس أمن واستقرار بلادي. لأنه يسألني واحد يقول يا بزديرة واش جاتك غير في سويدية هدرت عليه وعلاش ما هدرتش على الجنرالات وهدرت علاش؟ بالفعل عندي حقائق على جنرالات، على عقداء، على ضباط، على وزراء، على كذا، على كثير من المسؤولين، لكن لم تأتي الفرصة للحديث عنهم. أنا تكلمت على سويدية لأني أملك الأدلة أولا، ثانيا لأنه تصريحاته وكلامه تضر بمصلحة الجزائر، تضر بمصلحة بلادي. لهذا السبب ارتأيت أنه من واجبي الشرعي والقانوني والأخلاقي قول كلمة حق والإدلاء بشهادة حق. ما
كان حتى يعني تصفيه حسابات، ما كان حتى خلفيات. ما تروحش راسكم بعيد انه عندي مشاكل مع سويديه او غيره، والله ما عندي حتى مشكل، وها هو يشهد. الا يعرفني والله عنده مشكل معي يقول ما عندي حتى مشكل معاه، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، ما عندي حتى مشكل مع اي انسان. لكن شهاده لله نقولها. اذا قلت، وهذا كلام موجه لي شباب بلادي، من الناحية الشرعية في الدين الإسلامي، وأنا لست فقيه في الدين ولا أعرف من الدين الإسلامي ويعني اللي هو ديني إلا بعض الأمور اللي تساعدني في حياتي اليومية، من بينها بعض الآيات القرآنية. يعني التفسير والشرع وكذا ما نعرفش، إذن ما نتفقهش. لكن المنطق والعقل يقول أنه من الناحية الشرعية وحسب ما قريت وفهمت أنه شهادة الإنسان حتى تكون شهادة واضحة وشهادة مقبولة وشهادة قيمة، يجب أن تأتي هذه الشهادة من رجل نظيف. إذا كان إنسان يتكلم على أخلاق الناس لازم تكون أخلاقه رفيعة. إذا كان يتكلم الإنسان على أعراض الناس لازم تكون عرضه شريف، يكون هو من عائلة شريفة، من عائلة عريقة، من عائلة نظيفة، من عائلة متدينة، متربي في جو عائلي نظيف. هذا يقدر يتكلم في شرف وأعراض الناس إذا كان لازم يتكلم فيهم، لأنه حتى من الجانب الشرعي الحديث في أعراض الناس غير مقبول. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بعدم التعرض لأعراض الناس. لكن الإنسان اللي إذا كان حتى عليه ربي بالمفهوم الدارجي، إذا بلاه ربي يتكلم في أخلاق الناس وأعراض الناس ونسان الناس وبنات الناس وكذا وكذا، على الأقل لازم يكون هو عرضه نظيف، على الأقل يكون هو شرفه نظيف، يكون أصله نظيف. أما واحد اللي أصله خانس، شرفه خانس، متربي في الخنز، متربي في القذارة، في الدعارة، في كذا في كذا، وهو ديوث وهو كذا وهو كذا، ويتكلم على أخلاق الناس، هذا غير مقبول. شهادته أمام الله وأمام البشر غير مقبولة، لا شرعا ولا قانونا. يعني أنت كي تتكلم في الناس لازم تكون تنظيف. نفس الشيء بالنسبة للإنسان الذي يدلي بشهادة تاريخية. الإنسان الذي يدلي بشهادة تاريخية ويعارض السلطة الفاسدة والنظام الفاسد ويتهم الناس بكذا، بالقتل وكذا 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 والاختطاف والاغتصاب وكذا، مثل ما تكلم سويديا، لازم يكون هو نظيف، يكون تاريخه نظيف، يكون إنسان يعني مساره المهني مساره التاريخي نظيف، يكون ما عندوش سوابق، يكون ما عندوش تهم، يكون ما ظلمش، ما حقرش، ما سرقش، ما قتلش، ما اغتصبش، ما خدعش، ما كذبش. لازم يكون هو نظيف، بالرغم من أنه هذه الصفات هذه لا توجد إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم. الكمال لله، والرسول فيه أمور اللي لا توجد في باقي البشر. لكن الإنسان اللي يحب يتكلم على الأقل يكون نوعا ما نظيف. درك انت يا سراق وخداع وكذاب ومنافق وديوث وطحان وكلب وما تسواش وفيك كذا بعد كتجي تعطي دروس في الأخلاق للناس وتجي تدلي بشهادة. هذا مش نتكلم على سويدية فقط، سويدية وغيره كثير. يعني كاين الديوث، كاين الطحان، كاين الكشاف، كاين المخند، كاين الكذاب، كاين القتال، كاين السراق، كاين كذا. هذو كلهم راهم يدلوا بشهادتهم وراهم يقولوا احنا كنا والنظام هذا فاسد وماهوش مليح والسلطه هذه قتاله والسلطه هذه تقتل وهذا الجنرال كان يدير. الاقل انت كون نظيف باش تهضر على الناس. يا سويديه انت يا كنت براكي الناس. انا عندما تكلمت على سويديه بالادله يعني بحكم من المحكمه العسكريه مانيش نتهم في المؤسسه العسكريه، بالعكس انا ندافع عن المؤسسه العسكريه. انه في المؤسسة العسكرية في وقت 96 حكم الرئيس زروال ربي يطول في عمره، كان بعض العناصر شاذة، والشاذ لا يقاس عليه، من بينهم سويدية هذا بالدليل القاطع بالأدلة والشهود، وعندي الشهود أنا يعني اتصلوا بي، عندي أسمائهم وعندي يعني قائمة بالاسم الشهود اللي اتصلوا بي ونعرفهم شخصيا، تكلموا معايا في التليفون نعرفهم. كان يبرك الناس في حدود
لبويرة بومرداس. يعني كان ذكي مع صاحبه اللي كان معاه، الملازم اللي كان معاه، كانوا يخرجوا من إقليم ولاية لبويرة وين كان هو تابع ليه الإقليم هذاك، المنطقة اللي كان هو حاكم فيها يعني في البراج، يخرجوا إلى غاية النفق وين قريب البومرداس ويعملوا في براج ويبراكيو الناس، خاصة يختاروا لي زيميغري اللي جايين من فرنسا على الماتريكيل. يقول لك ما عندهونيش، كاين ينحيوا له قشو، كاين واحد اللي ينحيوا له طوموبيلته مباشره كما هذا الضحيه اللي تكلمت عليه والحكم هو موجود، كما كاين اللي بعض اللي نحاو لهم طوموبيلات، نحاو لهم ذهب، نحاو لهم قش، نحاو لهم يعني امور كثيره اللي داروا المنكر. اذا واحد مثل هذا لما ربي فضحوا وحكموه وشارعوه في البليده 96 وحكموا عليه ب4 سنين سجن، وكاين اللي حكموا له 10 سنين، كاين اللي سنتين، كاين اللي براءه، كاين اللي كذا، هو حكموا له 4 سنين سويديه. لما قضى السجن 4 سنين بعد ما خرج من السجن في نهايه التسعينات 99 او 2000 كي خرج من السجن هرب لفرنسا، ما يهمناش خرج بطريقه قانونيه ولا هرب، المهم راح لفرنسا ويتكلم انه فيه مجازر وكذا وانا درت وكذا، ولما ما حبيتش نقتل وما حبيتش ندير كذا دخلوا لي السجن. يعني ما كون عاقل يا سويديه، ما تكذبش، لانهم لو كان كلامك صحيح في 96 يا سويديه، لو كان صح انت رفضت الاوامر تاع الجنرالات، يا ما راكش عايش، راهم قتلوك كما تحكي على هذوك اللي كانوا يدوهم للواد ويذبحوهم ولا يدوهم يعطوهم رصاص على يعني انت وشني الحاجه اللي خلاتك انت تتميز عليهم ويدخلوك انت يا السجن؟ يعني كما يقول لك الناس كنت معلم في السجن وكما وبشهاده حتى انور مالك يقول انه كنت معاه في السجن، كنت شيكور في السجن مع عيسو مدير السجن اللي كان ذكروك، اللي كان دايرك الشوشو نتاعو، البياع نتاعو في السجن تاع البليده، كنت تبيع بالمساجين، يعني كنت اللي كيما يقول الانديكاتور تاع عيسو مدير السجن. اذا يعني كيفاش تحوس تدخلنا في عقلنا باللي انت لما رفضت الاوامر من عند الجنرال مجاهد اللي كان شيف سيكتور تاع بويره كما تقول الشيف تاعك، ولما رفضت الاوامر تاع الشنقريحه ونتاع الجماعه دخلوك السجن، يعني مش منطقي. لو كان كلامك صحيح هم يقتلوك، لا انت قضيتك قضيه سرقه، تعدي، تكوين عصابه اشرار وقضيت السجن 4 سنين، بعد 4 سنين خرجت، ومشكلتك انك ما انتقمتش من الجنرالات او من الضباط اللي ظلموك، بين قوسين اذا كان ظلموك، انت انتقمت من الجزائر ككل، انتقمت من الدوله كدوله. هذا الشيء انا اللي ما عجبنيش وما قبلتوش، وبالتالي من واجبي انني ندافع على بلادي الجزائر ونقول انه كلامك باطل، كلامك ظلم، كلامك غير صحيح، وبالتالي شهادتك مردود عليها، شهادتك لا تقبل، لا من الناحيه الشرعيه لانك تاريخك اسود، لا من الناحيه القانونيه لانك تبريراتك غير قانونيه، وبالتالي انت مجرم حرب، انت سارق، انت ظالم، انت حقار، وبينك وبين مولاك، ولازمك تتوب لربي وتطلب السماح من الناس اللي ظلمتهم، الناس اللي حقرتهم، الناس اللي سرقتهم، لانه الظلم ظلمات يوم القيامه، الظلم ظلمات يوم القيامه يا سويديه. وردها ان استطعت، الى عندك ادله ضد الكلام اللي راني قلته وراني قدمت الحكم القضائي، اعطينا المبرر نتاعك. اما انك تقول لانك رفضت الاوامر نتاعهم سجنوك، هذا غير مبرر، لانك لو كان رفضت كنا قتلوك، كون رفضت الاوامر قالوا لك روح دير وقلت لهم ما نديرش، يعطوك حبه في الراس وتهنيت، ما كاش مشكل علاه. خاطرك تقول كانوا يقتلوا، يعني قتلوا كامل الناس بغير غير انت رومبو ما قدروش يقتلوك، يا يعطوك حبه على الراس وصلات كان بي راح، او يدوك عند ناصر الجني تهلا فيك في السي بي ام وكلاك بولي. السلام عليكم في الجزء الثالث، تحيه طيبه.